فمثلا الاشياء اللي احنا بنقول عليها فنون جميله، رقص وغنى وخلاعه وعمليات اللي بنشوفها دي كلها، هو تشريع الحاكم لها او عدم منعه لها او كونه بياخد منها ضرائب علشان ينفق على الدوله منها، دي تحللها؟ لا، ما حللتهاش. لان فيه فرق بين ان يكون الديانه المدنيه شيء، الديانه الربانيه شيء اخر. الديانه الربانيه شيء اخر. ولذلك تجد الفساد في الحياه ينشا من ايه؟ من هذه. وكل الذين يشتغلون بعمل لا يقره الله يأكلون أموالهم بالباطل ويدخلون في بطون أولادهم الأبرياء مال بالباطل. فعلى الذين يأكلون من مثل هذه الأشياء أن يتنبهوا جيدا إلى أن الذي يعولهم إن أدخل عليهم شيئا من هذا عليهم أن يذكروا ربهم وأن يقولوا لا، لن نأكل من هذا المصدر لأنه مصدر حرام ومصدر باطل، ونحن الذي خلقنا هو الله، فهو يتكفل برزقنا. إياكم أن تسمعوا، بنسمع كتير يقول لك ما هي خلاص بقت مسائل حياة وترتبت الحياة عليها ونظام المش عارف إيه وما عدناش نقدر. نقول له لا، رتب حياتك من جديد على عمل حلو. وإذا أصر واحد أن يعمل عملا غير حل ليعول من هو تحته، على المعول أن يقف موقفا منه يرده ويزهد فيما يأتي به ليقتل فيه ذلك الإصرار على أن يأكل بالباطل. تصوروا كده ابن ما يرضاش يأكل مثلا من جري أمه ولا من جري أبوه إذا علم أنه بالباطل. انظروا إلى هذه الطعنة كيف تكون، يذلهم. وإياكم أن تقولوا هو ده رزقنا، ما احنا ما نعرفش الا رزقنا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا جميعا أن نتيقظ أن عملك لا يرزقك، وإنما يرزقك الله بسبب هو العمل. فإن انتقلت من عمل باطل فلن يضن الله عليك بعمل حق لتقتات منه، مش ممكن. ولذلك الحق سبحانه وتعالى عالج هذه القضية حينما أراد أن يحرم بيت الله في مكة على المشركين. وبيت الله في مكة كان هناك أناس يعيشون على ما يأتي من المشركين في موسم الحج، موسم اقتصادي بيبيعون لهم كل شيء. فحين يحرم الله على المشرك أن يذهب إلى البيت، ماذا يكون موقفه؟ لا، يقولوا إيه؟ أول ما يخطر على البال يقولوا ومن أين نعيش؟ ومن أين؟ انظروا إلى القضية التي يريدها الله أن تسير في نفس كل مؤمن. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم يأتي للقضية اللي هتشغلني، يقول وإن خفتم عيلة يعني فقرة فسوف يغنيكم الله من فضله. إذا ما فاتتش على ربنا. ما يقولش واحد هي ده أنا برتزق منها، ده أنا برتزق من إنني بمسك نغم، برتزق على إني بلحن، برتزق على إني بألف أغاني خليعة، برتزق من دي. يقولوا لا، اوعى تجعل الرزق مني. إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت احتسبت أن رزقك لا يكون إلا من هذا، ولكن اتركه طاعة لله وانظر إلى يد الله الممدودة لك بغيره. أما أنت تقول ربنا مش هيرزقنا إلا من الباب ده، يبقى دي العملية. إذن فقول الله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل على الناس إنهم يتنبهوا له ولا يدخلوش في أجوافهم ولا أجواف من يحبون إلا مالا من حق، إلا مالا من حق، ومال بحركة شريفة، ومال بحركة نظيفة. وليكن دائما الصدد بتاعهم ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ايه؟ من حيث لا يحتسب.